عاملين ايه؟ فلوج جديد ويوم جديد. طبعا ما صورتلكمش وانا في البيت لان انا بجد صحيت تعبانه قوي ومرهقه. ما كنتش هخرج، بس النهارده عندي ايفنت مهم وعندي لقاء مهم مع صحفيين، فتعالوا بقى اخدكم جوله. انا بصراحه ما ركبتش مواصلات، ركبت تاكسي بس عادي مش مهم يعني. بس انا مش بركب تاكسي كتير، فخليت زوجي العزيز يطلب لي التاكسي. تقريبا التكاسي هنا في كوريا يا جماعه ما ينفعش تستخدموها كتير لان بجد غاليه. انا الاول اول ما جيت كوريا كنت بعامل التاكسي معامله التوك توك، تمام. فالحمد لله انا مسحت الابلكيشن اللي عندي. طبعا باين على صوتي انا تعبانه. ربنا يستر يا رب ما يجيليش برد. المهم انا تقريبا اقل من 5 دقايق وهكون وصلت على المكان، يا رب بس ما يكونوش بدأوا لان المفروض معادي 11 دلوقتي الساعه 10 و59 دقيقه، والسواق زهق من كتر ما انا برغي بجد. كنت عايزه اقول لكم ايه تاني، ويطمنوني عليكم. انا سمعت ان يا ربي على صبح الاخبار الغريبه ان في زلزال في مصر وكان 5 ريختر ومش عارفه 9 من 10 حاجه زي كده، كان قوي جدا. فربنا يحفظكم يا رب. انا والله اصلا كنت بجهز، اهلي عمالين يبعتوا رسائل تك 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 تك. فتحت دلوقتي يعني وانا في التاكسي فتحت التليفون، فدخلت لقيت اختي عماله تقول صحيت من النوم اتفزعت، واختي التانية اللي عندها بيبي بتقول لي بنتها قامت صوتت، فاللي هو شكل الموضوع كان شديد. اتصلت بيهم قالوا لي بقى ان الزلزال كان قوي يعني، فكانوا مرعوبين وخايفين. ربنا يستر عليكم يا رب ويحفظكم ان شاء الله. ايه تاني عايزه اقوله لكم؟ انا مرهقه وزهقانه ومخنوقه وتعبانه. عارفين انا مش عارفه جسمي في يعني فيا ايه، بس انا تعبانه الفتره دي قوي، عشان كده مش متواجده كتير على السوشيال ميديا عشان بجد تعبانه. ومش عارفه مالي، فاهمين حاجه؟ انا مش عارفه ليه بقول ده في الفيديو، بس انا بجد حاسه ان تعبانه قوي الفتره دي. كمان عايزه اعيط، وعايزه اعيط وبفتكر حاجات وحشه حصلت لي بتخليني عايزه اعيط اكتر. فمش عارفه ده طبيعي ولا مش طبيعي ولا ده ايه. ف ايا كان يعني بحاول والله العظيم اتخطى واتعافى، وتقريبا طول ما انا قاعده في البيت بحس ان انا بيجيلي اكتئابي بيزيد اكتر. ف بحاول افك نفسي شويه واخرج واروح شغلي، لان انا بقالي كتير لا بحضر ايفنتات ولا بحضر حفلات ولا كمان ملتزمه بشغل. حاجات كتير قوي، اعلانات كتير قوي كنسلتها، بس الحمد لله الحمد لله على كل حال. وفي سبب يعني سبب كبير مخليني طبعا كنسلت حاجات كتير، من ضمنهم عرض موديلنج كان عندي من قريب والله كنسلته، وعرض سفر كنسلته. ففي سبب بس الحمد لله يعني. فان شاء الله احاول احسن من نفسيتي شويه واحاول ارجع احسن من الاول. بسم الله الصبح في ايه مالكم؟ المهم احنا قربنا ننزل، ف هيا بنا. الاشاره لسه واقفه. بصوا جماعه انا بحب ميونتونج قوي، من احلى الاماكن برضو اللي تخرجوا فيها. يعني انا هكون متاخره عليهم 10 دقايق بالظبط، هم قايلين لي 11 ابقى هناك. انا في البطاطا خالص والله. انا راكبه التاكسي من بدري بس مش عارفه في ايه. تقريبا الطريق اكتر من ساعه، بس بصراحه الطريق واقف قوي. هنا هتلاقوا كميه اجانب بطريقه. ساعات بحس ان الاجانب اللي هو احنا برضو اللي انا منهم احتلوا كوريا. كوريا ما بقتش كوريا. بعد كام سنه كوريا هتبقى بلد اجنبيه والله اكتر من انها بلد كوريا. المواطنين قالوا مش عارفه ما بقوش يخلفوا ليه، مش عارفه دنيتهم مالهم يعني، عمروا الدنيا كده. انا عملت شعري اي حاجه، عملت ضفيره. المفروض ما اعملش في حاجه زي كده زي لقاء، المفروض كنت سايب شعري وعملت ستايل، بس انا بصراحه والله كنت صحي تعبانه فمش قادره وعايزه اكل، جعانه.
نروح ناكل اكل سوا، نشوف اي حاجه ناكلها. الله. انا قربت فعلا. براند اسمها هازيوس. اعتقد انا قربت يا اما بعدت، مش عارفه، هنشوف. يا رب بس ما يكونش الراجل ينزلني بعيد، هتسوح وامشي كتير. ان شاء الله ينزلني قريب من المكان. تقريبا احنا قربنا ننزل. جماعة واخيرا وصلت للمكان اللي المفروض هعمل فيه الانترفيو. ده محل ملابس مشهور جدا هنا في كوريا. هو اصلا مش كوري، تقريبا البراند ايطالية. اسمه هازيوس. تعالوا اوريكم الالوان اللي بجد غريبة واول مرة اشوفها في كوريا. الكوريين اصلا مش بيلبسوا الالوان دي، بس مش عارفة ليه هم حاطين الالوان دي. انا سقعانة قوي. تعالوا اوريكم الالوان. المهم بصوا الالوان بجد. في كوريا اصلا مفيش الالوان دي، يعني الكوريين مش بيلبسوا الوان فاقعه وفاتحه قوي كده، يعني مستغربه بجد. الكوريين طبعا بيحبوا يلبسوا الالوان اللي هي النود، اللي هي هاديه قوي. مش اصفر واخضر واحمر اورنج فاتح. اول مره اشوف بجد في كوريا، اول مره اشوف. على طول بيلبسوا حاجات هاديه، الوان هاديه. هنطلع الدور الثاني. 영국 남자의 지적이면서도 좀 더 어느 정도 정제된 브리티시 캐주얼 룩을 좀 헤지스만의 느낌으로 좀 재해석한 아이템으로 봐주시면 될 것 같고, 전체적으로 클래식한 아우터들, 예를 들면 이런 바디 자켓이라든지 헌팅 자켓, 이런 커커, 그다음에 이런 바머 자켓, 이런 것들을 약간의 빈티지한 감성이 있는 이런 퍼티금, 페인티드 팬츠라든지 그런 느낌으로 좀 제안을 하시고, 안에 이너 같은 경우에도 클래식한 옥스포드 셔츠라든지 데님 셔츠, 헬리닉 셔츠라든지 아니면. يا جماعة البنوتة جابت لي عصير بشربه. انا مش فاهمة يعني هيعملوا لك امتى، انا عايزة امشي تعبان. بس عجبني الاستايلات اللي هنا. بصوا شكله تحفة جامد. بصوا بقى في ستايل رجالي وحياة ربنا انا نفسي كم يلبسه، بس انا بحب الاستايلات دي قوي. اهو بصوا الستايل جامد، اقسم بالله جامد وشيك قوي، لوجيك كده بحب الاستايلات دي. على فكره المره اللي فاتت لما جيت، انا جيت المكان ده قبل كده، المره اللي فاتت لما جيت ما كانش فيه الاستايلات دي، يعني حاسه ان هم غيروا لان النهارده في ايفنت فحطوا حاجات جديده، فاهمين؟ هنطلع للدور الثاني الاخير، اللي قبل الاخير قصدي. عايزه اقعد بقى خلاص كده، انا تعبت. 여기 2.5층은 헤지스 블루라고 저희. جماعة أول مرة أشوف الكوريين بيحبوا ستايلات غريبة، أقسم بالله 편하게 보시면 될 것 같아요. بجد. أنا ما كنتش متوقعة. استنى هوريكم. يعني مش مستغربة إن دي ستايلات الكوريين بجد. الكوريين أصلا ما بيحبوش الألوان الفاتحة أوي كده، عاملين أحمر فيها قوي مع أخضر مع أصفر، ومكترين من الأصفر. مش عارفة، هو تقريبا موضة السنة دي في كوريا أعتقد، يعني تقريبا. هو عموما المحل هنا بيبيع الحاجات الترندي قوي، فالترند في كوريا اللون الاصفر. وده اللي انا ارجحه يعني اعتقد. هم على طول بيلبسوا الالوان الهاديه دي، النود، الرصاص، الابيض، البني الغامق، الكافيه، مش عارفه ايه. فاول مره اخد بالي ان هم بيحبوا الاصفر والاحمر ان هم يغيروا يعني في الوان كتير. ما كنتش متوقعه بصراحه ان هم هيكونوا بيحبوا الوان فاتحه قوي زي الالوان اللي انا شايفاها.
كويس والله عندهم الموضوع اتغير عن الاول، وبقى عندهم يعملوا الالوان الفاتحه دي بدل الالوان الغامقه. اورنج، اورنج يا جماعه. ازاي مش عارفه. 마지막 층입니다. 아래서 노팅힐 카니발 보셨는데 6월에 노팅힐 카니발, 여기까지 노팅힐 카니발 컨셉이라고 봐주시면 되고, 저희가 원래 5월까지만 드랍이 있었는데 시즌 오파가 이제 6월에 시작이 되면서 고객들이 جماعة ازاي الكوريين عندهم اورنج بجد؟ الموضوع مخليني يعني مش عارفه، مضايقني قوي. لان انا لما جيت كوريا هنا ولبست حاجه اورنج، والله الناس كانت بتبص لي بصه غريبه. بص الكوريين دلوقتي بجد عاملين كوليكشن اورنج. انا حاسه ان هم خلاص اخدوا الواننا، فاهمين؟ فبقى موضوع عادي. الالوان بتاعتهم نبقى ايه، تعال ننزل في الاسانسير. يعني بجد مش قادره انزل على السلم. المهم ان انا مستغرباهم عاملين اورنج واصفر واحمر. الغرب نشر الثقافه عندهم تقريبا. بجد اصل ده مش كوريين، ده مش ستايل الكوريين ده اولا. يعني انا فرحانه والله ان انا هشوف في يوم من الايام ان هم بيلبسوا الوان، لان هم معتقدهم ان بيلبس الوان ده العواجيز. انا بجد والله لو اوري جوزي فيديو الالوان الغريبه دي، عشان كان بيقعد يزعق لي يقول لي ما تجيبيش الالوان دي، ما تجيبيش الالوان دي مش حلوه. اوري له بقى ان هم بقوا زينا. يلبسوا فيها اكتر من كده ايه يعني؟ ده جابوا كل البروبر حرفيا. عايزه اخش التواليت، مش قادره بتاع ليه عماله تجيبهولي ده، انا ما افطرتش. يا جماعه احنا خلصنا رحلتنا، هنمشي دلوقتي عشان هم هياكلوا. انا اوريدي خلصت كل حاجه. عايزه اقول اخر حاجه هوريها لكم، بجد المكان شكله جامد عجبني. هيا بينا نروح ناكل بقى. باي. انا حرفيا عملت مصيبه، اقسم بالله عملت مصيبه في الحمام، مش عارفه. رحت دخلت التويلت، كان في عصير هم ادوهولي. المهم مسكت العصير رحت رميته في التويلت اتحجر فيه العصير، وكان فيه ليمون. يا رب ما يعرفوا ان انا كده، هيجيبوا حد يصلح لهم الحمام. يا لهوي عملت كارثه بجد، يا لهوي احرج قوي يا ابني. كنت قلت للبنت، انا مش عارفه ايه اللي خلاني ما اقولهاش، انا عملت مصيبه في الحمام بتاعكم. المهم يلا بينا نشوف هناكل ايه. جو حر نار يا جماعه، انا بعشق اجواء ميونغ دونغ عموما يعني. تعال نشوف بقى هناكل ايه. هنا فراخ وبيتزا. مش عايزه اكل فراخ وبيتزا بصراحه. عايزه اجيب فاكهه، حاسه ان نفسي هفاني على فاكهه. اوه جماعه، ده بجد اكبر ماركت هتشوفوه هنا حرفيا في كوريا. في كل حاجه انتوا ممكن تتخيلوها وتكونوا عايزينها. مش عارفه اكل ايه. اعتقد انا ممكن امشي الشارع ده، لان هناك كده مفيش اي حاجه هناكلها، لكن هنا ممكن نلاقي. استنوا بجد انا مهبطه وجعانه قوي. بصوا عندهم رامين كتير، مش عارفه هو ده حلال ولا لا، بس اعتقد لا، طالما مش مكتوب عليه الحلال يعني.
المشكله ان الجو سخن، اللي هو يا بجد هناكل ايه؟ جو سخن سخونيه رهيبه بجد، حاسه ان انا جوه فرن. الهوا سخن معرفش درجه الحراره كام. انا ما بحبش محلات السكين كير دي لانهم بيبقوا عاملين زي ايه، عارفين اللي هم يشوفوا حد ماشي في الشارع تعالى اشتري، تعالى النبي تعالى خد اشتري. الله هدوم، الله هدوم عايزه اشتري. محدش يوقفني قدام محل هدوم يا جماعه. انا بحس ان انا والله محرومه من الهدوم وانا عندي قد كده، اللي هو والله العظيم الدولاب هينفجر هدوم، في حاجات ما بلبسهاش اصلا.
يا الله، بصوا المحل كبير جدا مليان اكسسوارات. بصوا مليان كمية اكسسوارات رهيبة. ده كوكي القطة، والله يا بتاع القطة انت لو كنت كلت كنت هجيلك. مش عارفة اكل ايه. كل ده لسه ما لقيتش الاكل. جعانة. لو بنت خاطتني بالشماعة الشك. معرفش انا ماشية صح ولا لا. هلاقي اكل فين بقى؟ معرفش اكل ايه، يعني انا ماشية وخلاص. تري تري ده الشارع اصلا يا جماعة اللي بيبقى فيه المفروض العربيات بتاعت الحلال، بس تقريبا لسه ما فتحوش لان لسه بدري، او لان الجو حر نار. وده طبعا المحل بتاع بصمات بي تي اس رحته لكم 500 الف مليار مره، بس عادي ممكن نخش تاني. انا جعانه اقسم بالله. شوف اي محل قدامي هخش بجد. عادي اخش لكم اوريكم، ما عنديش اي مشكله. بص المحل ده تخشوا ما تشبعوش منه. معرفش انا ممكن الاقي محل ناكل فيه ولا لا، بس هنشوف. طبعا مش هخش اكل في ماك، مش عايزه اكل في ماك. انا عايزه اكل اكل. لو ما لقيتش هروح بيتي اكل في بيتي. يا رب مش قادره بطل. مش كده، مش عايزه اكل لحمه والكلام ده. دي محتاجه حد يكون معايا، لكن اقعد لوحدي واخش اطلب بقى اوردر لحمه. يا رب بقى. استنى كده، انا عايزه اجيب كوتشي. بص وانا ماشيه افتكر الحاجه وانا ماشيه، ولا خلينا نيجي بعد ما ناكل عشان انا بجد مهبطه ما فطرتش.
حاسه ان انا بطاريتي كياسمين والله قربت افصل. جعانه بجد قوي. تقولوا لي ايه الحاجه اللي ما بتحبهاش في كوريا؟ الاكل. مش ما بحبش الاكل الكوري، لا ما بحبش ان ما بلاقيش اكل، اللي هو حسبي الله. والله اطلع اكل كلب وخلاص. هنا هام فرايد كيمشي فرايد. ما اعتقدش ان انا ممكن اكله لانه ممكن يكون في خنزير. ولا تعالى نسالها. 혹시 김치볶음밥 돼지고기 있나요? 네? 김치볶음밥. 김치볶음밥이요? 돼지고기 있나요? 네네네. 있나요? 돼지고기 아. 없어. I don't want pork. 돼지고기 못 먹어요. 그럼 고기 없어. 김치볶음밥? 있어. 네. 네. 그럼 김치볶음밥 하나 이거 스테미드 에? 네. 네. 감사합니다. 김치. ان شاء الله ما يكونش في خنزير عشان انا قلت لها جابت لك خنزير رغم الناس. بيبقى سبايسي شويه بس يعني عادي. تاكتو. انا ما بحبش الجوك دي يا جماعه خالص بجد. مقرف لازم ربي. مش مقرفه بس انا مش بحبها. بتبقى عجينه كده رز معجن يتاكل. مش كلهم بيحبوه ليه؟ مكتوب عليه فيجيتيريان يعني اللي عايز ياكله فيجيتيريان. الله البيكنشي بوكمباب بس غالي قوي. خلينا نطلب كيمشي بوكمباب هنا كم كيران هنا بس خلاص هنطلب بيض وكيمشي بوكمباب. جعانة قوي. كتش اقسم بالله جعانة. خلينا نستنى لحد ما الاكل يجي. طبعا اغلبكم ممكن يسالني ياسمين انت خارجه لوحدك ليه؟ فين زوجك العزيز؟ زوجي العزيز في الشغل وانا ده شغلي. صحابي انا في الشغل صحابي في البيت. سمي ده مو لسه مو الحاجة ان المطاعم الكورية المية فيها ببلاش. بجد احلى حاجة والله المية بتبقى فيها ببلاش. يا جماعة الكيمشي بوكمباب ب15,000 والكرانجين ب15,000. اقسم بالله لو جوزي سمع مش ان انا صرفت فلوس يعني هو مش بيفرق معاه والله بس ان الحاجة غالية وهم بيضحكوا عليا. بس يعني ده اللي مكتوب والله يا اسطى اعمل ايه. بس هما هنا عشان مكان سياحي اولا عشان انا في ميندو. فيا استاذ كانتيمو if you saw this video حبيبي I do it because I'm at Myeongdong and it's so much famous place. مش عايزة اتكلم انجليزي كتير عشان ما يفهموناش. مهم يعني عشان حارسة مكان مشهور. في بنت تمشي مولع نار. انا جعانة قوي قوي. يجوا بقى اعملوا الاكل. كمش طعم تحفة. شكل اللي هنا مش كوريين. مثلا ده كيمتشي بوكمباب معرفش بقى عليه بيضة ولا لا بس المفروض انا طالبة كيرانجم يعني حاجة تانية. المهم ايه هستنى البيض وادي الرز كده كده يعني لسه هيبرد بس حبة صغيرين قوي على السعر اللي هم حاطينه عشان مكان سياحي فطبيعي.
Dạ. تحفة. طعمه جامد. فرنسا مولع. سخن نار. أنا بعشق البيض ده. طبعا هنزله يبرد شوية أو أنفخ فيه. 사과도 있었겠나? 그냥 이렇게 بس مش حادق كالعادة. 여기는 그런 게 없잖아. 여기 네이버에 밥을 사가지고 طبعا خلصت أكل دلوقتي في طريقنا إلى البيت. بجد أنا فصلت، حاسة إن أنا أكلت كتير مع إن الرز أصلا كان قليل جدا، وكنت حاسة إن أنا هاكل أكل. فجأة مرة واحدة أحس إن أنا يعني هاكل، لو جبتولي عجل هاكله. أجي أكل ألاقيني باكل حبة صغيرين قد كده، حتى ما خلصتش البيض والله. جو نار بجد، مش مستحملة والله. يلا نروح، الحمد لله اننا هنروح. بجد نار جهنم، الشمس حارقة. شوية وهلاقيني بقيت بجد مشوية. يا الله يلا ننزل. ده ما يكون اللي هو الماركت ده، شكله هو، بقول يا رب ما يكونها طلع هو ده الماركت اللي المفروض هنمشي فيه. بعد كده هنبقى نطلع على المترو. هما بيبصوا ليه؟ I think يعني كنت المفروض اخد منديل عشان امسح بقي. بس قد ايه؟ ايه ده الكوريين عندهم فساتين زي دي؟ اول مرة أعرف. بس يا جماعة الحاجات دي بتاعت العواجيز، ناس كبار. اول مرة اجي من الممر اللي مليان كافيهات ومطاعم ده. عايزه اجيب لي شبشب زي ما طنط لابسه شبشب كده في رجليها، عايزه اجيب لي كمان. بحس الكوريين بيلبسوا دايما الحاجات المريحه بالنسبه لهم. والله في واحده لابسه صندل على شراب، ما اعرفش ازاي. يلا بينا نخش الحمام، بعد كده نروح كده. خلاص يومنا انتهى، هروح البيت. خلاص انا هاخد المترو ده بعدين هيوصلني لحد البيت. بجد مش قادره، اقسم بالله تعبانه قوي. اليوم اللي بخرج فيه بحس ان انا اتهديت. استنوا فلوج تاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب كمان. هتوحشوني.
وحشوني.